مطبخي 3 في 4 يتكلف كام؟ السؤال ده فخ. السؤال ده فخ ومفيش حد في مصر كلها يعرف يجاوبك عليه. السؤال ده محدش في مصر كلها يعرف يجاوبك عليه. ليه بقى؟ حضرتك مطبخك 3 في 4 حلو جدا. انت كده اديتني مقاسات الحوائط المربعه بتاعه المطبخ، يعني عندي حتتين 3 وعندي حتتين 4. هتقول لي بقى يتكلف كام؟ طيب المطبخ ده يتكلف كام؟ هنحسبه ازاي؟ يعني انت قول لي كده هنحسبه ازاي؟ حضرتك المطبخ ده فيه اجهزه ازاي؟ ورصتها ازاي؟ وكام جهاز؟ وهل المطبخ ده هيتعمل للسقف ولا لا؟ وهل المطبخ دوت هيتعمل فيه دواليب ولا لا؟ وهل المطبخ دوت هيتعمل فيه ليد ولا لا؟ وهل هيتعمل فيه ذره في ازاز ولا لا؟ الديزاين بتاعه هيبقى ازاي؟ هنحط هيتعمل حرف ال ولا حرف يو؟ ولا هيتعمل على حيطه واحده ولا على حيطتين ولا على ثلاثه؟ ولا دخلة الباب منين؟ ولا دي كلها تفاصيل تفرق معايا جدا في حسابات المطبخ. انا ما فيش حد بيعرف يحسب مطبخ بالويم كده، لازم يعرف بالظبط هو هيعمل ايه بالتفصيل عشان يقول لك. طب هتقول لي يا باشمهندس احسبوا لي حسبه تقريبيه. طب احسب لك ايه؟ احسب لك انهي حيطه في الثلاثه ولا في الاربعه؟ طب احسب لك حيطتين ولا احسب لك ثلاثه؟ طب وهل الاجهزه اللي فيهم هتبقى ايه؟ طب وهل انت عاوز دواليب ولا مش عاوز؟ اجهزه بيلت ان ولا عاديه؟ في اسئله كتير جدا بتحتاج، يعني تصميم المطبخ ده بيحتاج نقاش كبير جدا. لازم اروح اشوف المطبخ على الطبيعه واشوف ايه اللي ينفع وايه اللي مش هينفع. انا ممكن احسب لك مطبخ حسبه تطلع كبيره، ممكن اقول لك المطبخ هيتكلف مثلا هيعمل 15 متر، بس هو نيجي نحسبه بعد الديزاين اللي هي عمل 20 25 30 متر. تيجي تقول لي انت قلت لي 15 متر، اقول لك ما انا ما اعرفش، ده انا قدامي حوائط، انا لازم اعمل تصميم الاول واشوف طلباتك وانفذها. انت عاوز دولاب مقشات، عاوز وحدات ديكوريه، محتاج دولاب نيش، محتاج ذره في ازاز، محتاج ذره في فاميه، محتاج ليد اضاءه، ما انت كل دوت انت اللي بتحدد لي السعر وبتخليني ازاي احسب المطبخ. يعني انت هتقول لي دلوقتي اعمل لي كذا وكذا 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 وانا عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، وانا مش هحسب من دماغي. انت هتديني طلبات سيادتك، هنشوف المقاسات، هنشوف المناسب لطلباتك على المقاسات اللي احنا اخدناها، هنبدا نعمل الديزاين، هنبدا نشوف المطبخ الوحدات بتاعته قد ايه، نبدا نشوف الامتار بتاعته قد ايه، نبدا نشوف التكاليف بتاعته قد ايه، وبالتالي هنبدا نديك الامتار والتكلفه بعد ما نعمل الديزاين بتاع المطبخ. النقطه ال الاساسيه بقى والاهم، خامه المطبخ. حضرتك هتعمل خامه المطبخ من ايه؟ تعمله الموتال ولا هتعمله خشب ولا هتعمله الالوميتال ولا هتعمله كلادنج؟ طب لو هتعمله كلادنج تعمل الدواخل ايه؟ فايبر 2 مللي ولا 4 مللي ولا ضد الكسر؟ ولا الظرف هتعملها دبل ولا مقابض بلت ان ولا عاديه ولا سنجل؟ فكل ده بيفرق معايا طبعا في الحسابات. ازاي انا هحسب لك كل ده من غير ما انت ما اخد منك كل التفاصيل وكل الداتا بتاعه المطبخ وكمان اكون عملت له معاينه وتصميم؟ فصعب جدا ان حد يحسب لك مطبخ او يقول لك على تكلفته كام من غير ما هو يعمل معاينه ولا تصميم للمطبخ ولا يشوف طلبات حضرتك ايه ولا الخامه اللي انت هتشتغل بيها ايه. بس كده، ده كان سؤال النهارده. كان معكم سلام عشري، اشوفكم السؤال الجاي. سلام.